عملوا ليبيا ايش عملنا في بوزنيق؟ ليبيا عملوا عليها 20 مؤتمر، احنا ما قدرناش نجمع حتى مؤتمر. كان ينجم يعمل صافي سعيد؟ بيان سور كان ينجم سعيد كان ينجم يعمل. هو الى الان زياره للمغرب ما عملهاش. المغرب دولة استراتيجية في المغرب العربي، والدولة استراتيجية في افريقيا، واذا حبينا ندخلوا لافريقيا لازم ندخلوا احنا والمغاربة ومع المغاربة، لأن المغاربة فتونا واستثمروا الكثير واصبحوا موجودين في افريقيا كمنصة عالية جدا جدا، واعي ما اقول واعرف بالارقام. فهمت؟ ليش احنا توا زيارة للمغرب ما عملناهاش؟ يعني ما نجموش نعملوا احنا؟ نجموا نعملوا. ليبيا هو المغرب نفسه، انا عندي شكوك، هو المغرب نفسه ينتظر في رأي تونس، لأنه يعرف تونس هي اللي على حدود ليبيا مش المغرب. لكن احنا ممنوعين أنه نمشوا للمغرب. أنا ممنوعين ولا نفعنا أنفسنا؟ يا ودي ممنوعين، لازم تفهموا السياسة من غير ما نفسروا، من غير ما تدخلوني في مشاكل مع الدول الكثيرة. ممنوعين. من قبل من؟ ما نعرفش، فتش الجزائر؟ ما نعرف. ما يسالش صافي سعيد، خلينا نحكيو خلينا نحلوا. ثانيا الجزائر مشيناش لبرلين الثانية ولا الأولى، جو قالوا لنا ولا يستدعونا مؤخرا ما نمشوش، يعني كانوا غضبنا. قلت غضبت هو يا سيدي، وهذه راهي كذبه، راهو ما استدعوهمش لا متاخر لا مبكر، انما غطوا بها ارواح. هاو جاي المؤتمر الثاني حضروش. وين؟ يعني انا نمشي من جنازه لجنازه يا اخوي على راسي وعيني. وفي وقت الكورونا هو ما جاه ولا حد هذا نتاع الكويت، جاه الا نتاع قطر. يعني الله يرحمه الكويت، والله دولة عزيزة علينا، على الأقل فيها ديمقراطية، وديمقراطية قديمة وعريقة، ويمكن أفضل الديمقراطيات العربية هي في الكويت، حتى الأمير يحاكموه. هذا هو. ولكن وين احنا؟ مشيناش لافريقيا، شفناش آفاق أخرى، جلسناش مع مؤسسات مالية أخرى، قدرناش، جبناش كفاءات جديدة، دراسات، عملناش مركز دراسات عريض وعميق وفيه ناس يفهموا وكذا وفيه ناس مطلعين على العالم، ما فيه. جايبين واحد كان يخدم في جمرك. شو كي يتكلموا راهو نمشوا راهو ندفعوا ثمن، انا ندفع بثمن، لذلك انا معزول وما حدا يسأل عليا. نحب نرجع بيك الملف الليبي، ما يحدث في ليبيا اليوم والتقاطعات، تقاطع المصالح